او لما بنكبر او بنشوفها في الافلام، دايما بنشوف كنا زمان سعاد حسني الله يرحمها والفنان حسين فهمي في خلي بالك من زوزو لما كانوا بيلعبوا ريست، سيلفستر الستالوني في الافلام الامريكاني وهو بيلعب ريست. في بطولة للعالم في لعبة الريست، بطلها مصري، بطولة العالم 2009. وعدة حاجات تانية كده هنتكلم معاهم مع ضيوف النهاردة في هذا الموضوع. بطل العالم معايا النهاردة الكابتن محمد معروف، والأستاذ الدكتور إسماعيل أبو زيد، الأستاذ الميكانيكا الحيوية بجامعة حلوان. نهاركم سعيد وصباح الخير. صباح الخير ونهاركم سعيد جميعا. منورنا. ربنا يخليك كابتن. محمد مشرف مصر ورافع علم مصر عاليا في عدة أماكن في العرب وفي العالم، وأنا شايف عدة ميداليات وحكايات وروايات كده. خلينا نتعرف عليك يا محمد أكتر. أنت يعني بداية المسابقة بتاعت الريست دي أو حبك للعبة الريست أو مصارعة الذراعين ابتدت إمتى؟ والله أنا بدايتي كانت في 2003 في مصارعة الذراعين. أنا أساسا لاعب بادي بيلدينج كمال أجسام، وقعدت فترة في كمال أجسام، لعبت بطولات كتيرة القاهرة الجمهورية، وصرت تجارب العالم مع الكابتن مثلي الأعلى كابتن أنور عماوي المعجزة. بعد كده لقيت بقى الظروف بعدت عني وبتاع، فتحت يوم كده مجلة في يوم من الأيام. أيوه. لقيت مكتوب الاتحاد المصري للقوة. إيه الاتحاد المصري للقوة؟ الاتحاد المصري للقوة طلع مصارعة الذراعين بقيادة سيادة اللواء عثمان عبد الغني، أنشأ اتحاد جديد منذ 92. كويس. بدأت بقى أعرف إيه المواصفات بتاعة اللعبة، رحت على طول فورا على الاتحاد. بس أكيد كنت بتلعب اللعبة دي يعني مع أصحابك زمان وأنت صغير برضو ولا إيه؟ ده أيام الجامعة أيام الدراسة والكلام ده. اللعب اللي إحنا بنلعبه بره حاجة، واللعب اللي إحنا بنلعبه في البطولة أو في المسابقة دي حاجة هنعرف تانية. كل المعلومات دي، بس بعد إذنك يا محمد أنا شايف عدة ميداليات. فين الميدالية بتاعة كأس العالم؟ هي كأس العالم هي آخر بطولة أنا حصلت عليها. بالنسبة للقوة حطها كده حوالين راسك يا راجل. أيوة. هي دي آخر بطولة أنا لعبتها في شرم الشيخ، بطولة العالم. حصلت على المركز الأول فيها، كان مصارعة الذراعين. تمام. أستاذ الدكتور إسماعيل أبو زيد، أستاذ الميكانيكا الحيوية جامعة حلوان. أستاذ إسماعيل، اسمح لي إن أنا أتعرف عن يعني على كلمة الميكانيكا الحيوية. يعني إيه الميكانيكا الحيوية؟ ميكانيكا يعني آلية حركة، حيوية يعني الأجسام الحية. يعني كيف تتحرك الأجسام الحية. فإذا أنت في جميع المجالات، يعني أي نشاط إنساني بتصاحبه حركة بدنية، ما تقدرش أنت تعمل أي حاجة بدون ما جسمك يتحرك. كويس. فلهذا العلم بيبحث في كيف تتحرك حركة سليمة عشان تؤدي الهدف من الحركة اللي أنت بتتحركها. مفيش لأنك دلوقتي لو اتحركت غلط ممكن يحصل لك إصابة. تمام. وممكن تتعب. مفيش لعبة في العالم دلوقتي غير لما بياخدوها بشكل علمي طبعا، وبشكل دراسة أكتر وأكتر. حضرتك في هذا المجال ومتخصص في هذا المجال. بنسمع في أوروبا، بنسمع في بره مصر إنه في كورسات خاصة بحركة الإنسان بغض النظر عن الرياضة. هل ده صحيح؟ أيوة صح كده. صح. ازاي؟ لأن طبعا الدول المتقدمة هدفها راحة الإنسان وإسعاده. تمام. فكل الأنشطة بيصاحبها حركة. أيوة. فلازم يتحرك صح في جميع المجالات، مش بس أثناء النشاط الرياضي. يعني حتى سيدة المنزل في المنزل إذا ما كانتش تتحرك صح ممكن تحصل لها إصابة. تمام. وأنت نازل على السلم إذا ما كنتش نازل صح أو طالع المترو أو نازل. كل ده ليه تكنيك معين، أسلوب معين. كيف جسمك يتفاعل مع البيئة المحيطة بيك لصالح الحركة. تمام. لتحقيق الهدف منه. طب أستاذ إسماعيل، محتاجة إلى علم معلومات. تمام. لأن الجسم البشري لازم تعرف تكوينه التشريحي، لازم تعرف الوظائف الفسيولوجية، لازم تعرف القوة المؤثرة عليه سواء من جوه أو من بره. كل دون يخضع لقوانين علمية. طيب أستاذ إسماعيل، الكابتن محمد معروف بطل العرب وبطل العالم في لعبة الريست. هل تفتكر إن لعبة الريست ممكن يكون ليها مهم ليها انها تعرف برضو حركة الريست وحركة الايد؟ دي حاجة معلومات لازم يعرفها طبعا محمد. من باب اولى النشاط الرياضي محتاج الى طبعا نظريات علمية بشكل اكثر دقة من الحركة العادية. فاذا ما كانش، لانه البطل بيبقى بطل ليه؟ لان بيأدي حركات من الصعب ان اي حد تاني يقدر يعملها. تمام. فاذا محتاج الى هذه الحركة قائمة على اسس علمية اكثر. أيوة. واعمق. تمام. فرياضة الريست إذا ما كانش مثلا عنده اتزان وعنده قوة تركيز وعنده سرعة رد فعل وعنده قوة عضلية
وعنده مرونه، والمقاييس الجسميه بتاعته تتناسب مع وزنه وتتناسب مع وزن الخصم اللي هو هيلعب معاه. أيوة. وازاي يقف على الوقفه السليمه، وقفه الاستعداد، والحاجات دي كلها. تمام. طب كابتن محمد، عايز طول الوقت اقول لك بطل العالم عشان يعني والله دي اقل حاجه انا اعملها لبلدي. يعني مش بطل، انا مش بطل عالم ولا حاجه، انا دي اقل حاجه اللي انا اعملها لبلدي. انا بطل عالم، جبت ميداليه لمصر بس دي اقل حاجه لبلدنا مصر. يعني مش عارف بقى كابتن، حضرتك عمال كل شويه تقول بطل العالم، ده مجامله بس من حضرتك، مجامله بس. ايه يعني ميداليه انا جبتها لمصر؟ ده اقل حاجه لبلدنا مصر. واقل حاجه على فكره ان احنا نقدر نعملها معاك ان انت تطلع ونخلي الناس كده كلها تعرفك وتشوفك كمان. ربنا يخليك. وانا كان نفسي من زمان ان انا اجي في نهارك سعيد ده فعلا حقيقه. يعني لان البرنامج بيقابل رياضيين كتير. كابتن محمد، اللي انا اعرفه ان انا لما اجي العب مثلا كوره لازم اجري كتير عشان اعرف يبقى في نفس كبير في الملعب، في اي مجال، يعني اي مجال الرياضه يعني. طب لعبة الريست دي يعني انت بتتدرب ازاي او بتعمل ايه عشان تمارس هذه الرياضة؟ لا هو مالناش دعوه بكرة القدم، احنا بنتكلم بقى دلوقتي على مصارعة الذراعين او الريست، مشهورة عندنا هنا في مصر. تدريباتي 3 ايام في الاسبوع. بمرن التركيز كله على عضلة الشيست وعضلة الكتف والشولدر والباك وعضلة البايسبس. كل الجزء ده بركز عليه 3 ايام في الاسبوع، مجرد ساعة ونص بس مش اكتر. بس مش معنى كده انك انت بتسيب جسمك او عضلات جسمك الاخرى. لا طبعا، لان انا اساسا لاعب بادي بيلدينج، يعني ما فيش بهتم بجسمي كله ومستمر الحمد لله، واشراف عام على الجمهوريه من الاتحاد المصري لكمال الاجسام. طب كابتن محمد، اكيد كل الناس اللي بتشوفنا على نهارك سعيد في العالم العربي كله عايزين يسالوك سؤال. انت عملت ايه في 2010؟ يعني انت خدت بطولة العالم في 2009، انت عملت ايه في بطولة العالم 2010؟ هو 2009 انا خلاص خدتها، وقررت ان انا بعد 2009 اللي انا ابعد عن البطولات سنة وارجع تاني سنة. ليه؟ ليه؟ لان انا الدكتور عادل فهيم مفرغني اشراف عام زي ما قلت لحضرتك من دقيقة كده. اشراف عام على الجمهورية، بنزل اشوف المستوى الجيمات ايه، اسلوب التدريب ايه، المستوى المدربين او مستوى الجيمات اللي في الجمهوريه. فده بالتالي بيحتاج وقت او فتره طويله. فبعدها يمكن انا من حوالي شهر كده، في شهر 12 2010 خدت افضل مدرب في مصر واصغر مدرب في مصر من الاتحاد المصري لكمال الاجسام والاتحاد العربي كمان. طب دي حاجه مشرفه جدا. استاذ دكتور اسماعيل، ليه اللعبه دي مش منتشره كتير في مصر من وجهه نظرك؟ والله من وجهه نظري هي اصل لعبه غير اولمبيه. فطبعا الاهتمام بيها بيبقى محدود، لان اللعبه الاولمبيه بيبقى ميزانيتها اكتر والاعتراف بيها اكتر ومعروفه اكتر. هي مش منتشره في مصر زي حاجات كتير، مش رياضه بوجه عام بالنسبه لعدد السكان. نعم. لازال نسبه محدوده بالنسبه ل 80 مليون. مع اننا كلنا واحنا صغيرين وفي المراهقه وفي المدرسه وفي الرحلات وفي كل حاجه صح بنلاقي يعني هي بتخش في مجال الترويح ممكن. يعني في الرحلات وفي القعدات في المنزل وفي المناسبات، لان فيها تحدي. تمام. انت بتتحدى قدراتك. حلو. زي في المولد مثلا لما يضرب المدفع والكلام ده كله. فهي لعبه جميله جدا من الناحيه النفسيه، بتثير ازاي انت تتحدى قدراتك وتثبت انك انت اقوى من الطرف الاخر. تمام. انما هم بيلعبوها في مجال الترويح، انما عشان تبقى بطل فمحتاج بقى التكنيك اللي هو نخش الباي ميكانكس هنا. حلو. تؤدي بطريقه ثانيه، زي مثلا انت بتجري عشان تلحق الاتوبيس مثلا. أيوة. غير ما بتجري في التراك عشان تجيب ميداليه. فهنا جري وهنا جري، بس هنا بطريقه اكثر دقه ومبني على اسس علميه اكثر تفصيلا من الجري ورا الاتوبيس. عظيم. مع ان الاثنين حركه واحده، زي ما بتعوم مثلا. أيوة. بتعوم على البلاج. أيوة. مجرد الترويح وانك يعني تشمس وتبقى أيوة. صحتك كويسه. أيوة. لما تقوم في حوض السباحه عشان تجيب ميداليه، فبتقوم بنفس الطريقه ولكن اكثر دقه علشان تجيب رقم. ففي فرق بين وتتدرب ويبقى في الحركه لقطاع البطوله والحركه العامه او في مجال الترويح او عظيم. مجال كابتن محمد، انت اللي دخلت البطولات العربيه ودخلت بطوله العالم، مين المنافسين كانوا بالنسبه لك؟ مين الدول اللي كانت منافسه بالنسبه لك؟ هو كان عندي اكتر من كذا دوله، حوالي 7 8 دول. الاثنين اقوى. يعني كنت في بطوله العالم الاخيره في شرم الشيخ، تقدر تقول حضرتك اللي هي كانت حرب، مش بطوله، كانت حرب.
بين اسبانيا، بين ايطاليا، بين روسيا كمان. واللي اقوى من كل ده الهند. يعني كانت الهند نازله بمستوى عالي جدا سواء رجال او سيدات. والحمد لله كان في منافسه بيني وبين اللاعب الاسباني، والحمد لله تفوقت عليه وغلبته، وكمان برضو اللاعب الايطالي، وربنا كرمني وغلبت اللاعب الهندي اللي كان كله خايف من مستوى الهنود او الابطال. فالحمد لله غلبته، وباذن الله بستعد له ل 2011 وعندي بطوله 2011 عربيه. هتبقى في البطوله فين؟ هو عندنا البطوله العربيه ان شاء الله في شهر 5 في السودان ان شاء الله. كويس. وعندنا بطوله العالم ان شاء الله هتقام في اسبانيا في شهر 10. باذن الله بقى الهنود هيكونوا موجودين، وان شاء الله هنكون نزود التكنيك والسرعه بتاعنا والاداء كمان بتاعنا. يعني كويس. عملت اول لازم اكون توب على طول في الاول باذن الله. اخر سؤال سريع جدا لان وقتنا اتنسف او انتهى بسرعه يعني. كابتن محمد تحب تقول ايه للاتحاد القوى سريعا؟ الاتحاد المصري للقوى والله انا عاوز اقول له كلمتين. أيوة. اتحاد كويس نشيط بقياده اللواء عثمان. أيوة. يمكن اللواء عثمان كان المفروض يكون متواجد معايا هنا، لكن هو بانشغاله في البطولات وفي في البطولات الدوليه. هو حاليا دلوقتي في اسبانيا. عاوز بس كلمه شكر من محمد معروف لكل العاملين في الاتحاد المصري للقوى. بيدعموك كويس. هو الدعم حتى لو كان دعم عالي برضه مهما كان مش تمام، مش حاجه يعني. الكابتن محمد معروف بطل العالم في مصارعه الذراعين، والاستاذ الدكتور اسماعيل ابو زيد استاذ الميكانيكا الحيويه جامعه حلوان. شكرا جزيلا لحضراتكم ونورتونا. ونتمنى ان احنا نلتقي بحضرتك تاني ان شاء الله، والاستاذ الدكتور طبعا نلتقي بحضرتك برضو وتجيب لنا كمان ايه 2011. ربنا يخليك باذن الله، ودعوات الساده المشاهدين ودعوات المصريين كلها معانا كلنا. شكرا جزيلا. شكرا. نهاركم سعيد. مشاهدي نهارك سعيد. فاصل سريع وراجعين بفقرات متنوعه. المعبد ده عمره 5000 سنة، والمسلة دي عمرها 3700 سنة، الرسومات دي عمرها 4000 سنة. حب أحمد ومنى عمره ربع ساعة وفضل له ربع ساعة كمان. اللي بنى المبنى ده فكر ازاي يتحدى الزمن، بس عمره ما فكر انه كمان لازم يتحدى حب أحمد ومنى اللي حافظ عليه الزمن آلاف السنين، واللي احترمته الإنسانية على مر القرون ما تشوهوش في لحظة. المحافظة على الآثار مسؤوليتنا كلنا. المجلس الأعلى للآثار.